فرق كبير قوي بين العقل الجمعي والعقل الفردي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اعدائنا شغالين بالعقل الجمعي، فعشان كده بيخططوا لمسافات طويلة وزمن طويل. اما بالنسبة للعرب فبيشتغلوا على عقل الفردي، اذا كان ملك، اذا كان امير، اذا كان سلطان، وولي الامر واولي الامر والقصة اللي احنا عارفينها دي. فرق كبير قوي بين الشورى والفرد. يعني يا جماعة التفكير ما بيننا لازم يبقى جمعي. أسرة، احنا هنتكلم عن أسرة. لما تيجي تفكر من الصغير للكبير ويقعدوا يفكروا مع بعض هيطلعوا بنتيجة جميلة. إنما لما بيكون حب بقى الراجل بقى هو اللي بيفكر لوحده، أو الست هي اللي بتفكر لوحدها، كل عام وانت طيب، عمرهم ما هيتقدموا. خد بالك من الفرق الكبير قوي ده.